الجمله الفعليه نفس المنظر ده باختلاف المنظر العام، مره جمله مثبته مره جمله منفيه. التفاصيل دي ما تهمنيش دلوقتي، انا عايز يبقى في رؤيه عامه انت ماشي وراها. ده اعتبره القانون العام. القانون العام ان انا عندي فعل وهلزق قبليه حته، وعندي اسم اللي هو هيكون مفعول به. فاهمين قصدي؟ يعني ده فعل وده اسم. الفعل هنا بيكون الجمله الفعليه، والاسم هنا هيجي مثلا مفعول به. الحته اللي هقولها دي مهمه وحاولوا تفهموها صح. انا عندي في العربي لو بدات بالاسم بقت جمله اسميه، بدات بالفعل بقت جمله فعليه. اللي ما فيش الكلام ده، طالما في فعل ظهر في الجمله بقت جمله فعليه. الولد يلعب، ده في العربي عندي بقت جمله اسميه، فالمفروض اقول مثلا بيقالوا واحاول اشوف لي يكون، وبعد كده اللي هي روابط كينونه، وبعد كده اشوف ايه يلعب. طالما في فعل ظهر الغي اي حاجه انت عارفها واقلبها جمله ايه؟ فعليه. الاركان بتاعتي ايه؟ فعل بلزق قبليه مقطع، والمفعول به قبليه اداه ربط مفعول به. حلو الكلام؟ طيب المقطع اللي بيلزقه في الفاعل بيعرفني حاجتين، ايه هما؟ الزمن والفاعل. عندي 14 زمن، يبقى عندي 14 شكل بالبتاعه دي، وبتختلف على حسب ايه؟ الزمن وعلى حسب الفاعل. تمام؟ تمام. اداه ربط المفعول به ما فيهاش كل الكلام ده. ده الجزء الثاني من الجمله الفعليه. تمام؟ عندي مفعول به، خلاص خلصنا، وهحط قبليه اداه، الدرس خلص. الفكره بقى كلها انا هربط الاداه دي على حسب ايه؟ لو عندي هنا هتتقسم نصين. الجزء الاولاني اللي لازم اشرح عليه هو المفعول به ده اسم ظاهر. تمام؟ اسم ظاهر. فهلزق فيه اداه، هلزق فيه اداه هتكون حاجه من اتنين، يا اما ايه يا اما ان. حلو الكلام؟ والان دي اول ما تلاقيها في القبطي اعرف ان على طول المقابل بتاعها ايه؟ ام. يبقى الان بتتقلب ام امتى؟ لو اول حرف عندي فيتا بي مي في اب سي. الحته دي يا جماعه بره درس المفعول به فعلا مهم، فعلا مهم، وهتلاقي نفسك بتستخدمها في حاجات كتير. عندك اداه ربط مفعول به، النعت والمنعوت. عندكم في المستوى الاول اداه ربط المضاف اليه، وفي حاجه اسمها الصفه، استخدمنا الان والام. عندكم رقم 6، اي حد خد مثل رقم 6 بيربط العدد بالمعدود بالان والام، اداه ربط عامه. فاهمين قصدي؟ فالان بتتقلب لام امتى؟ فيتا بي مي في اب سي. استخدامها ايه؟ استخدامها كتير قوي في القبطي. تمام؟ فلازم تبقى بره درس المفعول به تبقى عارف الان اللي هي اداه الربط، ان بتتقلب لام قدام فيتا بي مي في اب سي، دي اسمها الحروف الشفهيه. طيب يبقى انا كده عندي طريقتين بربط بيها المفعول به، يا اما استخدم اداه الان اللي بتتقلب لام وقلنا دي اداه مهمه جدا، يا اما بتبقى ايه؟ طب على حسب ايه الفعل بتاعك ده؟ افعال حواس وحركه وادراك ولا لا؟ بكل بساطه هتحفظ 10 افعال، اي حاجه غير كده بتربط بالان والام. ماشي؟ ماشي. كل جون كده في اطار ان المفعول به اسم ظاهر. يعني انا بقول جون يضرب فلان، جون ياكل حاجه الفلانيه. فاهمين قصدي؟ ما قلتش جون اكله، جون ضربه. تمام؟ طالما مفعول به اسم ظاهر يبقى لازم استخدم اداه ربط. اداه الربط يا دي يا دي. في حاله ضرب هستخدم الايه، ليه؟ لانها افعال حركه وحواس وادراك. لكن في حاله ان انا بقول اكل هستخدم الان والام. حلو الكلام؟ انا كل ده بتكلم عن الجزء ده بس. الحاله الوحيده اللي بصيت فيها على الجزء ده نوع الفعل، ادراك وحواس ولا لا. تمام؟ تمام. تلقائي دلوقتي يبقى انا كده طالما الاسم ظاهر ده بقى ضمير هيترجم عندي ايه؟ في ضماير. طيب هيبقى عندي كام نوع؟ كده هيبقى عندي نوعين، واحد هيبقى على تصريفات الاي، واحد هيبقى على تصريفات الايه؟ الان او الام. طيب هنا انا بصرف في حاله، ولازم في جنك ما تنساش الحته دي. هنا بصرف هتلاقيها مكتوبه عندك في المنهج، كل حاجه بيبقى عباره عن حرف. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي انا هكتبها مره واحده بس عشان تبقى ايه؟ التصور بتاعكم موجود. انت، هو، هي، نحن، انتم وانتن، هم وهن. حلو الكلام؟ في حاله انا هكتب نفس الكلمه دي واحط في الاخر ايه؟ يوطا. في حاله انت هتبقى ايروك. في حاله انت ايه رو بتتقرف. فاكرين لما كنا بنذاكر الضمائر المنفصله؟ هي بس هتلاقيها قريبه منها يعني. هنا ايروف هو فادي، هي ايروس. انا بجيبها منين؟ انا بصرف دي بكتب هي. الخطين دول بيقول لي انا محتاج حرف يعبر عن الضمير بتاعك.
تمام، بدون بس الدخول في تفاصيل كتير. في حاله انا هتبقى بحط بس حرف اليوتا في الاخر فتبقى ايروي. في حاله انت ايروك، ساعتها لو تفتكروا انك انت الولد ما بيتقرفش فخد القبه زي ما هي، انت اتقرفت فايرو. هو فادي ايروف، هي ساره ايروس، هنا ايرون. هنا بقى الاوميكرون بتتقلب لاوميجا فتبقى ايه؟ ايروتين صح؟ وهنا رو او. تمام؟ خلصت. طبعا امتى هستخدم التصريفات دي؟ لما يكون المفعول به ضمير ولازم يكون الفعل ايه؟ افعال ادراك حركه وحواس. يعني لو جينا هنا ان الفعل مش ادراك وحواس هتبقى ايه؟ نفس الحاجات بالظبط، بس هتبقى المره دي البدايه بتاعتي ايه؟ امو، فتبقى اموي، امك، امو، امف، امس، امو تين. هنا بقى تتقلب انا اسف، هي الاول انا اسف امون، هنا تبقى تين، وهنا او. هتبص هتلاقي جدول مكتوب فيه 16 تصريف. افهم انت بتعمل ايه. انا ليها شكلين، يا اما تبقى كده يا اما تبقى كده، على حسب ايه؟ نفس الفكر بتاعي، الفعل بتاعي ادراك وحركه وحواس ولا لا؟ ادراك حركه وحواس، يبقى هستخدم دي. تمام؟ طيب ده كده الكونسبت العام بتاع المفعول به خلص على كده. انا كده شرحت الدرس وخلصت. هقول لكم مثل في القداس، المثل ده مهم جدا هيلخبطكم بس هو اللي هيفهمكم كل حاجه. في حاجه بربطها قبل الفعل بتعرفني الزمن والفاعل، في اداه بربطها قبل المفعول به، تمام، بتربطهم ببعض. حلو الكلام. طيب الاداه على حسب ايه؟ قلنا على حسب الفاعل، ادراك حركه وحواس ولا لا. والان انت بتتقلب ام فيتا بي مي في اف سي. طب افرض ان هو ما طلعش اسم ظاهر، هتقوم مصرف التصرفات اللي احنا عارفينها، واحد مبني على ده وواحد مبني على ده. خلصت. اشمعنى المثل ده بالذات انا هقوله؟ عشان كل مره بنقوله في القداس وهيلخبطك شويتين. بالعربي بنقول ايه؟ نسبحوك، نباركوك، نخدمك، وبعد كده ايه؟ نسجد لك. انا عايزك تركز بالراحه في العربي. في العربي هل دي جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ فعليه. لو ركزت في العربي بالذات هتلاقي ان الفاعل والمفعول به الاثنين ايه؟ ضماير. هو المفروض يقول ايه؟ الشعب يسبح الله مثلا. فيبقى انا كده خليت الفاعل والمفعول به الاثنين ايه؟ اسم ظاهر. لا، الشعب يسبح الله، الشعب يبارك الله، او مثلا المؤمنون نسبح الله مثلا. الاثنين اتقلبوا ايه؟ ضماير. دي بقى اللي هتبين لك فايده الدرس ده. في كل الحالات دي نسبح، نبارك، نخدم، نسجد. مين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن. يبقى انا كده حددت الفاعل مين هو؟ ضمير مستتر، ضمير تقديره ايه؟ نحن. طب الزمن بتاعنا ايه؟ نسبح، نبارك، نخدم. ده زمن ايه؟ حاضر اول. معلش ممكن تقول لي حاضر اول زمن نحن هيكون المقطع ايه؟ تين 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 تين. شكرا. ده كده فتح كلام، انا فهمت ليه في تين في الاول. يبقى كده اكيد دي افعال، صح؟ صح؟ نصهم ادراك حركه وحواس ونصهم ايه؟ مش ادراك ولا حركه ولا حواس. اديك كده حفظت فعلين وانت قاعد من العشر اللي هم عليك في المنهج اصلا. عشان كده هتلاقي خدت بالك ان هي كلها ضماير. طب معلش نرجع بقى تاني لنفس الجمله بتاعتي. انا قلت نسبح وسكت. ليه؟ عشان عايز ودنك تلقط ان الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. طب انا كملت بقى الاخر نسبحوك، يبقى مين المفعول به؟ ضمير مستتر تقديره انت. هنا اهو ضمير مستتر تقديره انت. تمام؟ انت يبقى فيه قبه. يبقى انا اللي باقي لي دلوقتي حاجه واحده بس، ان اعرف الفعل بتاعي حركه وحواس ولا لا. شكرا. المثل ده خلاصه جدا. فاهمين قصدي؟ الدرس كله بتاع المفعول به خلص في المثل ده بس، وبتقوله كل يوم في القداس. خدمناك، باركناك، خدمناك، نسجد لك. ممكن حد يقول لي المقاطعه هتبقى ايه؟ تمام؟ حد فاهم الفكره؟ هل باقي الجمله هتتغير؟ المقطع ده مات على كده. فاهمين قصدي؟ لانه عينه على ده بس. تمام؟ الحته دي مهمه. فعلا درس المفعول به يبان رخم بس هو ميت، درس بيقف وبينتهي مره واحده.
مشكلتك دايما في الازمنه هتعرفها دي، ومع الوقت لما تحفظ ال 14 زمن كلهم او تذاكرهم لما محدش حافظهم كلهم هتلاقي نفسك بتحفظ زمنين 3 وبتبني عليه الباقي. حلو الكلام. اسمه ايه روك خين الى اخره بقى، صح؟ انا بقول لهم ايه؟ خدت بالك ايه اللي حصل هنا؟ مفعول به ضمير. طب ليه جت هنا كده؟ فاهم قصدي؟ الموضوع خلص، المفعول به فعلا انتهى على الجزء اللي انا قلته ده، المفعول به خلص في حياتك. ايروك ايروي مش عارف ايه، انت خلاص عرفت ليه ايروك الفعل نوعه كذا. طب ليه الكبه؟ هتلاقي نفسك بتجيب المفعول به من اخر حرف، اللي هيبقى معاك اسرع من العربي كمان. المزمور 150 هيفكرك بالامر والنهي. تمام؟ اللي انا استفدته من مزمور 150 في الحته دي ان انا الفعل طالما في المصدر من غير اي اضافات فهو كده يعتبر اسلوب ايه؟ اسلوب امر. الدرس خلص على كده. طب النهي منه، النهي ده كده الاثبات ان انا بجيب الفعل فين؟ طب النهي منه، النهي منه بيقول لك استخدم ام بير وتلزقها في بدايه الفعل. كده بقيت بقول لك ما تعملش الفعل ده. خلص على كده، الدرس خلص. طيب افتكروا فين؟ افتكروا لما بنيجي بنقول لا تنسى العهد الذي صنعته مع ابائنا. امبيرر اوبش انت زي السيك، دايما هتيجي بتقولها. انا عايز اقول على حاجه على فكره، سواء بتؤمر مفرد بتؤمر جمع بتؤمر هي الفعل في المصدر. تمام؟ عشان ما تسرحش في حته انك دايما بتلاقي نفسك تلقائي بتدور على الفاعل، دايما هتلاقي نفسك تلقائي بتدور على المفعول به. فاهم قصدي؟ الفعل في المصدر خلصنا، ما تدورش بقى على الفاعل بتاعه. فانا بقول لك سبحه، مش هيفرق معايا الفاعل، تقديره انتم. فاهمين قصدي؟ مش مهم، الفعل في المصدر خلصنا. فيبقى جو ام تشويس. انا عايز بص هنا بيقول لك هنا انشدوا للرب نشيدا جديدا. خلي بالك ان انشدوا هنا المعلومه دي جديده قوي وممكن اول مره اكون بقولها لكم. انشدوا هنا جت فعل، صح؟ انشدوا جاي من نشيد، صح؟ انشدوا للرب نشيدا جت هنا ايه؟ اسم. يعني هنا جت فعل، انا بلاش عشان خطي وحش، هنا جت فعل وهنا جت ايه؟ اسم. انت فاهم معنى الكلام ده ايه؟ يعني ممكن اصلا نفس الكلمه اوش يقرا ولو قلبتها درس. يعني انا ممكن نفس الكلمه اللي بستخدمها وعمال احط قبلها ادوات تعريف وتنكير وصفات ملكيه وضمائر شخصيه، فاهمين قصدي؟ ممكن برضه ادخلها فين؟ في جمل فعليه. يعني لو عايز اقول ننشد للرب نشيدا جديدا، ممكن حد يقول لي هنعملها ازاي؟ ننشد حاضر اول والفعل نحن، لسه واخدين نفس المقاطع، نسبحوك نباركوك نخدمك، هتبقى ايه؟ فاهمين قصدي؟ نفس الكلمه مره حطيت قبليها قلبتها فعل ومره اسم. ده بيديك معلومه، ما تنساش المعلومه دي. تمام؟ طيب غالبا الكلمات دي لما بتيجي تجمعها وتخليها مفرد وجمع بتلاقي نفس الشكل. فاهمين قصدي؟ اداه ربط صفه، ما بيسماش بقى نعت منعوت، انا بقول لك باللي انت عارفه في النحو. فاهمين قصدي؟ هنا مكتوب نشيد جديد. طالما قلت، وعلى فكره دي الحاله العامه في الصفه عموما، ان انت بتحط اداه في الكلمه الاصليه اصلا اللي هي كلمه نشيد. حلو؟ دي الكلمه الاصليه. بوصف النشيد بانه ايه؟ جديد. في الليبتي عندي بيستمد كل حاجه من الكلمه الاصليه. يعني ايه؟ يعني الكلمه دي نكره مفرد، صح؟ انت كده عرفت معلومتين، ان هي نكره ومفرد. فيبقى خلاص انت عرفت ان كلمه فيري نكره ومفرد. منين؟ كل ده من الاداه دي اللي هي الان والام فقط، بدون وجود ادوات تعريف. في اوقات تاني بقول لك بص على العربي، نسبحك نباركك نخدمك، ما تبصش على ليبتي الاول. في اوقات اقول لك لا بص على ليبتي وهات لي منه العربي. تمام؟ انا مش ملتزم بالمنهج ليه؟ انا بكلم خدام بنذاكر منهج لمجرد ان احنا نبقى ايه؟ دايما كل وقت تاني بنرفش المعلومات اللي جوانا. فاهمين قصدي؟ طيب انا هراجع تاني درس الامر والنهي. الامر الفعل في صورته الاصليه بدون الدخول في تفاصيل، يبقى الفعل في المصدر ايا كان انت بتخاطب مين، بتقول له بتؤمره بتؤمرها بتؤمرنا بتؤمرهم، مش مهم مين الفاعل. المفعول به هو اللي دايما عيني عليه، والدرس احنا خلاص شرحناه وخلاص. انا قلت لك ده قسم مات. تمام؟ وافتكر مثلا اسمه ايرف. فاهم قصدي؟ سبحوه، مش مهم عندي مين الفاعل. فاهمين قصدي؟ مين اللي هيسبحه؟ انتم. مين بنسبح مين؟ هو. انا اللي همني في كل ده المفعول به، ورميت خلص الفاعل. دي الميزه في الامر والنهي. طيب النفي منه زي ما قلت بتحط امبير وتلزقه فين؟ في الفعل. اول معلومه هقولها لكم النهارده بره المنهج برضو، عندي كلمات
في القبطي. هوتي دي يعني خوف ورعده. ممكن حد يقول لي بالقبطي اسجدوا لله بخوف ورعده؟ وقشت امفنوتي، لا الاولانيه خين او هوتي نيم. على فكره انا هنقل من هنا على الدرس اللي بعديها على طول هنمشي. نيم ايه؟ او اس تير تير تير. على فكره الكلمه دي كانت عندنا في المنهج في سنه من السنين، رعده. طيب هو ايه اللي حصل هنا؟ هنا بقول له اسجدوا لله. انا عايز اكتبها من الاول. او وقشت. وقشت على فكره جاي امر اهي يا جماعه، الامثله جميله. انا بقول هنا ايه؟ وقشت امفنوتي. احنا قلنا ايه؟ لا مؤاخذه يا جماعه، المثل بدايته هنا نهايته. بس انا بصراحه مكسل اكمل تاني. طيب. انا بقول ايه؟ اسجدوا، صح؟ فعل في المصدر. احنا لسه قايلين نسجد لك تن أقشت امك، حصل؟ يبقى فعل أقشت هو اللي كان فاعل. اسجدوا لله فعل امر، مش مهم مين اللي هينفذ بقى. أقشت ام دي ايه دي؟ أداة ربط مفعول به. مين ده؟ اسم ظاهر، فعشان كده استخدمت الام. حلو؟ ب خوف كلمة نكرة. حلو؟ دي كلمة خوف. ودي المدخل بتاعنا في الدرس الثاني، والمثل ده عجبني عشان في الحتة الثانية. دي حتة معلومة اللي لسه عارفينها. ورعدة او استرتر. حلو الكلام؟ يبقى انا كده عارف ان كلمة هوت دي عبارة عن ايه؟ خوف. وشفت هنا نيم. يبقى نيم بتعمل ايه على ايه؟ بتحط الاسماء مع بعضيها. حلو الكلام. طيب اسجد الله بخوف ورعدته. ممكن نرجع للمثل بتاعنا تاني. لا تخف. هي تخف دي فعل ولا اسم؟ فعل. واحنا قلنا ان المقطع الاولاني ده اول ما لقيته فترجم لي على طول ان ده فعل امر في النهي، اللي هو بقول لك ما تعملش كذا. انا قلت لكم لما تلاقي امبير قبل الفعل بقول لك ايه؟ ما تعملش الفعل ده. تمام؟ يبقى امبير ما تعملش الفعل ده. طيب هوتي دي مش احنا قلنا خوف؟ ممكن حد يقول لي الاير دي اي اير نوفي. نوفي يعني خطيه، صح؟ نوفي يعني خطيه. ليه بقت اخطأت؟ عمل كده وفي اي في الاول. اخطأت فعل ماضي اول والفاعل انا، فبقت اي. ليه في اير قبل كلمه خطيه؟ بص العربي بيقول لك ايه؟ اخطأت. يبقى انا في معلومه دلوقتي ضفت لك دلوقتي. زي ما لقيت كلمه انشدوا نشيدا جديدا جو بتمشي اسم وفعل زي ما هي، في كلمات عشان تبقى اسم تتقلب فعل لازم الزق قبلها ايه؟ مقطع. المقطع ده زي اير قلبه ايه؟ فعل. يبقى انا نفس الكلمه ممكن الاقيها اسم ممكن الاقيها فعل. الكلمه لما باجي اجمعها وافردها واعمل فيها كل اللي انا عايزه بغير اداه بس. لما بغير ازمنه ما بصرفش الفعل، هو بغير المقطع اللي في الاول. هتلاقوا الاساسيات فعلا صغيره. فاهمين قصدي؟ في الحاله دي انا وريتك ان كلمه هوتي اسم، عشان اقلبها فعل مش هعمل زي جو اللي هي نشيدا امبير اير هوتي. تمام؟ فهي تيجي غير مع بعض، هي هتترجم لان. ممكن حد ياخد باله من كلمه نيماك؟ مش نيماك زي ما احنا بنقولها في العادي. هنا مترجمه بمعنى كلمه ايه؟ معك. ما حدش واخد باله من حاجه؟ كلام جميل. فادوات انا قلت لك هقلب من دي على الدرس وهكمل على طول. فادوات العطف بتاعتنا احنا عندنا اداتين، النيم واوه. تمام؟ اوه. النيم بتيجي بمعنيين وقال لك معلومه واحده بس، بتعطف اسماء، خلصت. هي ضعيفه كده ليه؟ عشان هي اصلا الاستخدام الاصلي بتاعها بتيجي بمعنى مع. اتى جون مع ساره، اتت مهرائيل مع جون. فاهمين قصدي؟ فعل. انت ممكن تترجم الجمله دي فعل ياتي ايه؟ اي. شكرا جدا. اس اي موها نيم جنجوني بالانجليزي معلش. يا عم هي يا عم باللايفتي ما تزعلش نفسك. طيب ايه اللي حصل هنا؟ اتت مهرائيل مع جنجون او جو. حلو الكلام. يبقى كده بتيجي بمعنى وبتيجي بمعنى كلمه مع. بس خلي بالك ان احنا في العادي عايز اقول طيب اتت مهرائيل مع هو فتتعمل ازاي بقى؟ ني ماف. طب اتت مهرائيل معها
ماس معهن نيمان. هتلاقوا دايما بنقول كلمه نيمان دي. نيموتين معي نيمي ايه معنى نيمان نيمان. تمام. دي مش موجوده عندنا في المنهج بس عايزك تبقى عارفها ان هي بتيجي بمعنى كلمه نعى بس هي في الحقيقه بتتصرف. عشان كده هي مش محتاج ان انت تبقى عارف عنها حاجه غير ان هي ايه بتحط اسم على اسم. اي حاجه غير كده لما تتزنق وتقول كلمه واو حط او. انا كده خلصت المنهج. انا قلبت على اخر درس فعلا العطف. تمام. اوه لما تيجي بقى بتعطف على فكره كل حاجه. اوه بتعطف افعال. ما اعرفش كاتبين افعال صفات وجمله على جمله صح. ده كده الدرس كامل. قداس او في تسبيحه هتفتكر الدرس كامل. تنهس ايروك تن اسمه ايروك. الدرس ده شرحته كله في مثل واحد انت بتقوله كل مره في القداس. كل ما عينك هتقع عليه هتفصل بين معلومتين مهمين. ان الفاعل ضمير وان المفعول به ضمير. وان دايما المقطع الثاني اللي هو المفعول به منتهي على فكره بس ان الفعل نوعه ايه خلصت. ايا كان بقى الزمن انت بتدرسه وغيرته قدامكم. طب لو قلت سبحوا اسجدوا اخدموا الله مثلا يبقى كل الافعال اللي انا شلتها دي هشيل منها التين. هوس ايروك اسمه ايروك. فاهمين قصدي؟ خلي بالك ان هو قال نسبحوك نباركوك ما قالش نسبحوك ونباركوك ونخدموك ومش عارف ايه. فاهمين قصدي؟ لو كان قال كنا هنحط ايه؟ اوه ولا نيم؟ هنحطها كم مره ولا مره في الاول وفي الاخر وزي الانجليزي؟ شوف كل ما تشوف واو تحط اوه، كل ما تشوف واو تحط نيم. خين فران ايه مفيوت نيم بشيري نيم ببنف. فاهمين قصدي؟ عمال تحط نيم اهو.